السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا في شهر شعبان وخلاص حالا كده على ابواب رمضان ان شاء الله. ربنا يجعله شهر مبارك علينا وعليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه. طبعا النهارده هنبدا حلقه خفيفه وجميله جدا. معانا ايه؟ معانا لفه جلاش. طلعي كده، هاتي لفه جلاش اللي هي نص كيلو وهنقطعها تقطيع عادي جدا، ولا هنلف ولا هنقعد بقى نقول لك حطي سمنه. تقطيع كده ايه؟ سريع. طبعا يا حبايب قلبي كل ما اجي اعمل خطوه في اي حاجه هعرفكم. طبعا احنا بنقطعها كده ايه صغير، فرضيه عن بعضه كده. تمام. طبعا هنجيب صينيه مش كبيره، صينيه وسط تاخد النص كيلو. طبعا هنفرد في الارضيه سمن، اي نوع سمنه انت عايزاه. عايزه تحطي سمنه بلدي، نباتين، ده بصي راجع لك انت. هنفرد كده زي ما انت شايفه كده اهي. لو في مثلا حاجات ماسكه ببعضها حاولي ان انت تفككيها، انا عايزاها تتفكك من بعضها. هتجيبي نص كوبايه سمنه. المهم ان انت تحطي على وشها كلها سمنه، نص بقى كوبايه. طبعا هنحط كميه السمنه نص كوبايه حلوه كده او 3/4 كوبايه. المهم ان انت تغطي الصينيه كلها ايه بالسمنه. سمنه بقى بلدي، اي نوع سمنه انت عايزاه. انا ده حاجتك انت، انا بديك بس فكره وايه نشتغل عليها. طبعا لو سمنه بلدي يعني تبقى حاجه تانية. الفرن طبعا والع، هنحطها على نار متوسطه على الفرن اللي هو الرف الوسطاني، لان طبعا الحاجات دي يا جماعه يعني الجلاش والحاجات دي ما بيبقاش ياخد نار كتير. طبعا زي ما قلت ايه يا ولاد، نغطيها كلها بالسمنه. خدت منك 3/4 كوبايه زي ما تاخد هي. طبعا تخش الفرن عشان تتحمر على نار متوسطه في الرف اللي هو الوسطاني. دلوقتي الصوص بتاع الجلاش. طب ايه مكوناته؟ ايه معانا؟ كوبايتين لبن، ومعانا بقى الحاجات اللي هنحطها على اللبن. ايه بقى؟ معانا كيس كريم كراميل، معانا معلقه كريم شانتيه، طبعا دي اللي هتنقل الطعم في حته تانية. معانا 6 معالق سكر، ده قابل للزياده او النقصان على حسب انت ما تدوقي بقى. هنولع البوتاجاز وهنضيف الحاجه على البارد بس. وايه كمان؟ فانيليا. هو كريم كراميل فيه ريحته حلوه عامه يعني، بس احنا ايه هنحط الفانيليا. هنقلب على البارد، هو النار هاديه اهيت، وهنقلب كل المكونات دي. ده الصوص بتاع الجلاش. طبعا الجلاش من ارضيته احمرت، انا رافعاه تحت الشوايه، تهدي عليه وتبص عليه كل شويه عشان ما يتحرقش منك. اثناء ما احنا بنعمل الصوص بتاعه هو شغال ايه بياخد اللون لان لازم يتحط عليه وهو سخن مش وهو ساقع. هنبص على الجلاش طبعا بياخد اللون تحت الشوايه، وخلي بالك منه تقلبي فيه على طول. وهنا ده بديل الشربات، يا بنات. علينا النار اهوت عليه وايه شغالين فيه. يبقى احنا عملنا لفه جلاش يا جماعه نص كيلو بطريقه عاديه جدا، ولا زي ما انتم شايفين، لا دهنا ولا احنا قطعناها بطريقه عشوائيه خالص، وحطيناها بشويه سمنه. اي نوع السمنه طبعا ده راجع لك انت. وهنعمل الصوص بتاعه اهوت. وزي ما قلت السكر دوقيه، لو محتاج سكر زوديه انت بقى حسب ما انت عايزه ايه. هنطفي عليه هو غلي. وفي نفس الوقت بصوا معايا نطلع الفطيره، هنسميها فطيره. بصوا بقى، شوفوا بقى، اسمعوا الحلاوه والجمال. ايوه، اظن مفيش احلى ولا اجمل. طيب المفروض بقى نعمل ايه؟ احنا طبعا هنسيبها كده دقيقتين على ما تشرب السائل بتاعها او الشربات. طب هنزوقها بايه؟ بصي بقى التزويق ده راجع معايا هنا جوز معايا فول سوداني مع زبيب. طب انا عندي اي نوع مكسرات اتفضليه حطيه. بألف هنا وشفا يا رب. الحلقه تنال رضاكم وتكون حلقه سهله وجميله وخفيفه. انتظروا كل الجميل والخفيف من قناه أميرة حسن.